أحباب مشتل الصوبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبات متدلي أجمل بكتير من البودز. سبحان الله، ما تلاقيش ورقتين فيه شبه بعض. بيحب جدا الإضاءة المنخفضة. بالعكس، هيبقى ورقه أجمل بكتير، وسعره مش غالي، ورعايته في منتهى السهولة. مش كده وبس، النبات اللي هنتكلم عليه النهاردة عنده قدرة هايلة لامتصاص السموم من الجو. يعني هيخلي جو بيتك نقي، وهيمتص نسبة كبيرة قوي من السموم اللي موجودة فيه. إكساره في منتهى السهولة. هنتعلم سوا النهاردة كل حاجة عنه، من أول طريقة الرعاية لحد ما يبقى عندنا منه هنج واتنين وتلاتة. وفي آخر الفيديو هنقول سر من أسرار المشاتل بخصوص النبات ده. خليكم معايا. زي ما احنا شايفين في عنوان الفيديو ان احنا هنتكلم النهارده عن الاسكندس البرازيلي. الاسكندس البرازيلي نوع من عيلة الفيلودندرون. الفيلودندرون ده من النباتات القوية جدا جدا جدا، المتسامحة جدا للإضاءة المنخفضة. وكمان نبات عنده قدرة هايلة قوي لامتصاص السموم من الجو، لدرجة إن وكالة ناسا لعلوم الفضاء عملت عليه تقرير، وقالت إن إحنا لو اكتشفنا كوكب ينفع يقعد عليه الإنسان، يبقى نبعت الأول من الفيلودندرون دوت علشان ينقي الجو، وبعد كده نبعت الإنسان. والاسكندس البرازيلي زي ما احنا شفنا شايفين كده، هو ده ان هو سبحان الله ما تلاقيش ورقتين شبه بعض. سبحان الله، شكله في منتهى الجمال والروعة. نبات متسامح جدا جدا مع أي ظروف معيشة ممكن حضرتك تحطها فيه. إضاءة منخفضة ماشي، إضاءة مرتفعة ماشي. آه، بيتحمل جدا درجات الحرارة المنخفضة الحرارة المرتفعة. نبات متحمل جدا زي ما احنا شايفين. هو زي ما احنا شايفين كده نبات متدلي، وفي منه بيوصل لأحجام طويلة جدا جدا جدا. وما شاء الله نبات مبهج قوي 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 قوي. الاسكندس البرازيلي اتسمى بالاسم دوت عشان الوانه شبه الوان العلم البرازيلي، الاخضر والاصفر، وعاطين شكل فيه منتهى الجمال والروعه. بيلعبش كوره على فكره، بس هو الوانه فيه منتهى الجمال والروعه. اللون الاخضر مع اللون الاصفر بيدي شكل فيه منتهى الجمال. هنتكلم دلوقتي على طريقة الرعاية. علشان الاسكندس جذوره اللي في التربة صغيرة خالص، وعلى العكس منها الجذور الهوائية، يبقى النبات ده مش بنرويه إلا لما التربة تنشف تمام. وبيعشق الرش الورقي عشان جذوره الهوائية ربنا سبحانه وتعالى خلقها علشان تمتص الرطوبة من الجو. يبقى الري لما التربة تنشف خالص، والرش الورقي ممكن مرة كل 5 أيام في الصيف و15 يوم في الشتاء. التسميد، احنا قلنا قبل كده ان النبات ده عنده قدرة هايلة على امتصاص السموم من الجو. وسبحان الله، عنده مصنع داخلي يحول السموم دي للعناصر الغذائية اللي بيحتاجها، اللي هي ال NPK. علشان كده احنا ممكن ننساه في التسميد، او نسمد ورقي مرة كل شهر كفاية قوي. دلوقتي جه ميعادنا ان احنا نتكلم على اخر حاجة واهم حاجة في الاسكندس البرازيلي، وهو طريقة الاكسار. وسامحوني، كان نفسي الفيديو ميبقاش طويل، بس انا قلت اخلص كل حاجة عن النبات دوت. وزي ما وعدتكم اني هكشف اسرار المشاتل في طريقة الاكسار في النبات دوت. الاسكندس بيتعمل له اكسار بالعقل، وانسب وقت تقدر تعمل له الاكسار هو في بداية النص التاني من مارس لحد اخر الصيف. في البداية لازم نختار العقلة اللي هتنجح معانا بنسبة 100% بعون الله. وده اول سر هنقوله. احنا لما بنيجي نختار العقلة، بنختار العقلة التخينة، بنبعد على قد ما بنقدر عن العقلة الرفيعة. بس العقلة دي ما شاء الله ممكن تتاخد. اوريك عقلة رفيعة.
ده شكل العقلة الرفيعة عشان نحاول نبعد عنها. يبقى نختار أول تركة هنقولها أهو النهاردة، إن إحنا نختار العقلة التخينة. حضرنا العقل بتاعتنا وهنبدأ نقصها. هناخده عين 2 ونقص بعد منها، وهنشيل الزيادة دي. هيبقى عندنا عين 2 وهنقص بعد منها، وهنشيل الزيادة دي. عين 2 وهنقص بعد منها، عين 2 وهنقص بعد منها. الاسكندس فيه ميزة جميلة جدا، ان هو مليان جذور هوائية زي ما انتم شايفين كده. كل الجذور دي هتساعدنا ان احنا هتساعد النبات ان هو ينمو بسرعة وما ياخدش وقت في اكساره. استاذنكم اروح اقصقص بقية النباتات وهرجع لكم. كده احنا قصينا النباتات بتاعتنا عقلتين كده زي ما احنا شايفين، عقلتين اهمت كويس. وحضرنا التربة بتاعتنا. انا التربة اللي بشتغل بيها بتموس على كوكوبيت، وزودت عليها سنة فيرموكلايت، سنة بسيطة بس. وهنبدأ نرص النبات جوه في التربة. هتبقى عين بره وعين جوه. اهي في عينين اهي كويس، عين بره عين جوه التربة، وهنسيب عين بره التربة. طيب جات لنا حاجة كده اللي هي القمة النامية دي كويس، هنغرزها بالشكل ده. في تركة مهمة جدا انا عملتها ومعرفش انتوا واخدين بالكم منها ولا لا. انا ما شلتش الورقة اللي تحت، انا ما شلتش الورقة اللي تحت. ده ليه؟ عشان النبات دلوقتي هو من غير جذور او جذوره ضعيفة، فهيحتاج يسحب مية. طب هيسحبها منين؟ حاجة من الاتنين، يا هيسحب من الساق وهيسحب من الورق. فلو سحب من الساق هتبقى مشكلة كبيرة، لأن الساق نفسه هيخس. دي طويلة عايزين نقصها. وده اللي احنا مش عايزينه. احنا مش عايزين الساق بتاعنا يخس، احنا عايزين الساق يفضل بصحته. علشان كده احنا بنسيب الورقة اللي تحت. النبات يسحب الغذاء اللي موجود اللي ناقص له من الورقة اللي تحت دي. بتبقى اهو زي ما احنا شايفين كده، عينين 2، عين بره وعين جوه. خليكم معانا عشان برضو هنقول تركة مهمة جدا وسر مهم جدا من أسرار المشاتل. زي ما انتم شايفين كده الكام عقلة اللي احنا خدناهم عملوا عنجين، وما شاء الله كثافة على أعلى مستوى. بصوا المنظر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا بينا نقول بقى تركة كمان من تركات المشاتل. احنا هنحضر كيس بلاستيك، كيس بلاستيك عادي خالص خالص خالص. بعد ما نروي النبات كويس ونرشه رش ممتاز بالميه كويس، هنبدأ نحط النبات في الكيسة دي بالشكل ده.
وهنبدأ نقفل عليه. الأول هياخد رشة مية جوه، وهنرش على المشمع من جوه كويس. وبعد كده هنقفل عليه قفلة محكمة، قفلة محكمة بالشكل دوت. ليه احنا عملنا ده؟ علشان احنا كده بيبقى عملنا له زي صوبة صغيرة جوه منه. وان شاء الله رب العالمين هنكشف عليه بعد 15 يوم وهنشوفوا الدنيا ماشية معاه ازاي. الاهم من ده برضو ان احنا بعد ما هناخد الكيسة دي هنحطها في مكان مظلم. هنحطها في مكان مظلم. ليه مكان مظلم؟ النبات النهارده ما فيهوش جذور، فبالتالي ان هو لو فكر يعمل عمليه البناء الضوئي، فالبناء الضوئي هو عايز حاجتين، عايز ميه وعايز اضاءه كويس. طيب الجذور ضعيفه او ما فيش جذور خالص، فهيبدا يمتص العصاره من النبات نفسه، من الساق او الاوراق. هتلاقي الساق بتاع النبات اصفر، او الاوراق اصفرت ووقعت. عشان كده احنا مش عايزينه يعمل بناء ضوئي، علشان كده احنا هنحطه في مكان مظلم تمام. وهنكشف عليه ان شاء الله رب العالمين بعد 15 يوم. ده هنج كنا مجهزينه وبقاله تقريبا 15 16 يوم. هنبدأ نشد العقلة اللي احنا عملناها كده شوية، هتلاقيها مكلبشة في التربة، يبقى ده معناها انها طلعت جذور. هنستنى عليها لغاية اما تطلع بداية نموات جديدة زي ما احنا شايفين كده، بداية نموات جديدة. وبعد كده فهنحطها في إضاءة برضو منخفضة، برضو إضاءة منخفضة. وده بقى القمر الصغنون خالص انتاجنا، ده بعد 6 شهور. ما شاء الله كثافة زي ما انتم شايفين كده، حاجة بسم الله ما شاء الله. حبايب مشتل الصوبة، وهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ويا رب اكون افدتكم. ولو لكم اي سؤال يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات. والناس اللي وصلت لغاية هنا دونا لايك عشان نعرف كم واحد وصل لغاية هنا. يا رب نكون فدناكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.